مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم معنا وحلقة جديدة من برنامجكم أسرتي، ولقاء يتجدد مع أسرة يوم الجمعة وعدد جديد من لها. ولها مشاهدينا هي مجلة لكل الأسرة. معانا فقرة برضو متميزة في صفحة بالهنا النهاردة هتقدمها لنا صديقتنا الجميلة السيدة مها مرعي، وهتقدم لنا طريقة عمل قالب الكيك على شكل قلب بمناسبة عيد الحب، وكل سنة وانتم طيبين. أما الآن مشاهدينا الأعزاء وبعد فاصل سريع هيكون معادنا مع صفحة بالهنا في مجلة لها، وهيكون معانا لقاء مع مدام مها مرعي وقالب الكيك أو تورتة الحب. مشاهدينا الأعزاء أهلا بحضراتكم وصفحة بالهنا اللي هنلتقي فيها دلوقتي ونتعرف على طريقة عمل تورتة الحب بمناسبة احتفالنا معاكم بعيد الحب. هتقدم لنا مدام مها مرعي. أهلا بيك يا مها، أهلا بيك، منورة. كل سنة وانت طيبة وكل سنة وكل أسرتك في حب. يا رب يخليك يا رب. مناسبة سعيدة. أنا سعيدة قوي إن أنا بحتفل معاكم مع أسرة يوم الجمعة ومع كل أصدقائنا المشاهدين، ويا رب يكون أيامنا كلها حب يا رب يا رب إن شاء الله. طبعا يعني أنا شايفة مع السادة المشاهدين تورتة تجنن. احنا يعني متشوقين نعرف بقى طريقة عملها، عشان كده الناس كلها تحتفل معانا ويكون من دعوة من نشر الحب إنهم يعملوا تورتة الحب. اتفضلي يا ماما. كل سنة وحضراتكم طيبين، وربنا يا رب يجعل كل أيامكم حب وسعادة بإذن الله إن شاء الله. هنعمل النهاردة تورتة. طبعا القاعدة بتاعت أي تورتة بتكون الكيكة الإسفنجية. بعد كده بنعمل فيها إضافات كتير، ممكن نخليها زي تورتة العروسة بالظبط. النهاردة احنا هنعمل التورتة بالغطا بتاع المرزبان، عجينة المرزبان أو بيسموها عجينة اللوز. هنقول لحضراتكم كمان ازاي نعمل العجينه دي في البيت علشان حضرتك ما تتكلفيش وتجيبيها جاهزه. هي بتبقى مرحلتين، بنعمل الكيكه الاسفنجيه الاول وبعدين بغطيها بطبقه رفيعه من الكريم شانتيه، وبعدين بفرد عليها عجينه المرزبان او اللوز وبغطيها بعد كده بديكورات. نقول مع بعض هنعمل ايه والحاجات اللي معانا، المقادير بتاعتنا ايه النهارده. طيب نبدا بمقادير الكيكه الاسفنجيه نفسها. الكيكه الاسفنجيه نفكر الساده المشاهدين بيها. الكيكه الاسفنجيه هي الاساس لعمل اي تورته. نقول مقاديرها مع بعض: 10 بيضات، ربع كيلو سكر بودره، 350 جرام دقيق، وباكو بيكنج باودر او معلقه كبيره من البيكنج باودر، وفانيليا. نقول المقادير تاني بتاعت الكيكه الاسفنجيه: 10 بيضات، ربع كيلو سكر بودره، 350 جرام دقيق، ومعلقه كبيره بيكنج باودر وفانيليا. علشان الكيكه الاسفنجيه تنجح معايا لازم اراعي خطوات كتير. الحاجه الاولانيه انا لازم اضرب البيض مع السكر كويس قوي. اول خطوه اعملها ان انا بضرب البيض، بختبره الاول لما بلاقيه سليم بضرب البيض كويس قوي 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 بالمضرب الكهرباء او بمضرب سلك، بس لازم يتضاعف حجمه. ليه؟ لان البيض كل ما بيتضرب اكتر كل ما بيبقى هو العواميد اللي شايله التورته زي اساس عماره قوي ولا ضعيف. لو ضربت البيض كويس قوي بيبقى هش وما تقعش مني، اللي هي الشكوى اللي دايما او معظمنا بيشتكي ان الكيكه الاسفنجيه بتهبط. لا، انا لو ضربت البيض كويس قوي ثم ضفت السكر البودره واحده واحده ومع الضرب كتير قوي بيبقى عامل زي الرغاوي زي كريم شانتيه. يعني لمده تقريبا كام دقيقه؟ 5 دقائق. 5 دقائق. اضرب البيض لوحده 5 دقائق وبعدين ضيفي السكر البودره بالتدريج 5 دقائق. برضو ارفعي من السرعه الاولى للثانيه للثالثه وتبصي تلاقي بعد كده عمل معاكي ضعف الحجم. يبقى ده اللي هيشيل ده علامه على انه خلاص بقى جاهز كده. برافو عليكي. ده اللي يشيلك بقى الكيكه الاسفنجيه ما تهبطش منك. نيجي بقى للشرط الثاني لنجاح الكيكه الاسفنجيه. هنحط المعلقه الكبيره البيكنج باودر مع الدقيق وننخلهم مع بعض. طيب البيكنج باودر كتير بيبوظ الكيكه. طب انا اعمل ايه؟ احط شويه كده على طرف لساني، لو لقيت فيه لسعه يبقى هو البيكنج باودر تمام. لقيته ما فيهوش لسعه وعامل زي الدقيق، لا استبعده خالص. تمام. او ممكن في شويه ميه صغيرين، لو سمعته كده بيعمل زي فوران يبقى هو كويس وتمام. ضفت البيكنج باودر مع الدقيق مع الخليط اللي هو البيض والسكر،
ما استعملش بقى المضرب السلك خالص ولا الكهرباء، بالمعلقه الخشب من تحت لفوق بخفه خالص، على اساس ان الهواء اللي انا عملت فيه ما طلعش ما الهواء يطلعش. بالظبط كده. يبقى انا قلبتها من تحت لفوق، دخلت الهواء، بقت الكيكه الاسفنجيه عندي جميله وجاهزه. طب عشان نعمل شكل القلب بنعمل ايه؟ بنجيب زي ما حضراتكم شايفين فورمه كده اللي هي فورمه القلب، او لو حضرتك عندك الصينيه المقفوله ما يجراش حاجه. انا استعملت فورمه القلب دي. طيب هعمل ايه من تحت؟ ببطنها بالورق الفويل كويس قوي، وبدهن الورق الفويل بماده دهنيه وانسمها بالدقيق الجوانب والارضيه. يعني انا مثلا جايبه كده ادي الورق الفويل بتاعي ده في حاله ان انا عندي الفورمه ما عنديش الصينيه، بعمل كده وبعدين بقص حواليه، بس بسيب يعني مسافه كده. يعني ممكن اجيب اي شكل على شكل قلب واقص عليه الفويل. ايوه بالظبط كده. ليه؟ عشان الفويل ده هو هيبقى القاعده كانها صينيه. بقفلها كده كويس قوي. طبعا الفويل ما بيتحرقش من النار، فبشد كويس وبقفلها كده. ده في حاله ان انا ما عنديش الصينيه، لان مش كل الناس يعني عندها الصواني. وبقت الصينيه كده كانها قالب كامل على شكل قلب. تمام كده. بعمل ايه بقى؟ بجيب ماده دهنيه بدهن الارضيه والجوانب، وبعدين برش الدقيق، ارشه كده واعمل كده، وبعدين فوق الحوض كده بتخلص من الدقيق الزايد، وبعدين بحط الكيكه الاسفنجيه العجينه ما تزيدش عن النص، يعني ما خليهاش تزيد. ليه؟ لان انا اتوقع هترتفع هترتفع وهتبقى تتضاعف، فيبقى في مساحه عندي لحد ربع بس للنص مثلا، نص بالظبط كده. حضرتك بتكوني فاتحه الفرن قبلها ب10 دقائق علشان ما ادخلش ابدا 10 دقائق. بيدخل على حراره 180 او حراره متوسطه لو ما عنديش الدرجات، وبسيبه حوالي 20 دقيقه. لما بشكها بجيب مثلا السكينه كده وبشك من النص، لو طلعت السكينه نظيفه بيبقى خلاص هي العجينه كده جاهزه نضجت تماما. اسيبها بقى تبرد. بعد ما بتهدى كده 5 دقائق بسيبها تبرد، بقلبها مثلا على منخل سلك، وببتدي بقى اجهزها ان هي تبقى التورته. طيب بالنسبه للعجينه بتاعتنا اللي هي عجينه المرزبان او اللوز، نقول مقاديرها عشان احنا ممكن ما نشتريهاش، احنا ممكن نعملها. طيب هنقول يا مدام مها مقادير العجينه اللي هي عجينه اللوز. وبعد كده هنخرج لفاصل مع الساده المشاهدين، ونرجع لك مره ثانيه عشان نتعرف على باقي مقادير اللي هو بقى الديزايننج والشيك الجميل ده للتورته. نقول ازاي وصلنا للشكل ده. نقول عجينه اللوز. هنقول مقادير العجينه. هي عباره عن 300 جرام من السكر البودره، و110 جرام من العسل الجلوكوز، ومعلقه كبيره او 50 جرام من زبده الكاكاو. نقولهم تاني: 300 جرام من السكر البودره، و110 جرام من العسل الجلوكوز، ومعلقه كبيره او 50 جرام من زبده الكاكاو. كل المكونات دي حضرتك هتلاقيها في محلات بيع الحلواني، الخامات الحلواني طبعا موجوده عندنا في زنقه الستات، في القاهره، في الموسكي، في العتبه، في الكوربه، في مصر الجديده. يعني الحاجات دي متوفره قوي. هتلاقي حضرتك عند المحلات دي العجينه نفسها. لو حضرتك شفتي هنا العجينه انا جايبه دي العجينه اللي هي بتاعت عجينه اللوز. اتفضلي. دي عجينه اللوز، دي عجينه فondant برضو حضرتك لو عايزه تزوقي بيها. دي اللي احنا هنقول قلنا مقاديرها اللي هي عجينه اللي هي المرزبان او اللوز دي. تمام. طيب عايزين نعمل اشكال ونحط الوان مبهجه. بنجيب الالوان اللي هي الصحيه، بنحطها كده بيدوب بنقطه ميه، بنلون، بنخلي طبعا الاحمر علشان عيد الحب والقلوب، وفي الازرق لو حبينا نعمل سماء او اشكال مختلفه. جميل يا مدام. ودي ورود هنعملها مع بعض. ازاي طبعا وصلنا للشكل الديزاين الحلو ده للورود اللي هي مزوقه هنا التورته. انا ما بحبش ست البيت تتكلف، فحضرتك لو شفتي الورود دي كلها، كل الزواق ده انا اللي عاملاه بايدي، ما تكلفش حاجه، لان الحاجات دي غاليه بتبقى. لا بجد مدام مها ما شاء الله، يعني احنا فعلا متشوقين نعرف ازاي بقى الديزاين الجميل ده اتعمل، ولكن هنشوفه مع حضرتك بعد الفقره اللي معانا. مشاهدينا الكرام، ودلوقتي وبعد فاصل سريع مشاهدينا الاعزاء، ورجعنا لكم تاني مع مدام مها مرعي وطريقه عمل تورته الحب
اللي على شكل قلب، وهنتابع معاها بقى الزواق الجميل ازاي قدرت تعمله. نكمل الاستاذه مها بسرعه كده، اتفضلي. حاضر. احنا عايزين نعمل دلوقتي العجينه بعد ما صبغناها. بنحط الالوان اللي هي الصحيه، فردناها، بس لازم نحط نشا تحتها، وبعدين بفرد بالنشابه اللي هي بعوزها برده بالنشا وبفردها كده. وبعدين قطعنا بنجيب القطعات اللي هي كده بتتباع برده عند محلات بيع الحلوانيه. وبعدين نعمل بقى الورده مع بعض، واقطع برده القلب تدي شكل جميل. اللي هي دي اللي انا حطيتها هنا على الجدار بتاع الكيكه. وبعدين ما تقلقيش حضرتك هتلاقي النشا عليها. بنيجي في الاخر باللمسه بقى التاتش الاخير دي بزوقها بلمعها كده. بصي حضرتك ازاي بتلمع بينزل خالص، ميه عاديه خالص اهي. بيلمع تاني شكل القلب عشان ما يبقاش النشا عليها يبوظ شكلها. طيب نعمل بقى شكل الورده. هنعمله ازاي؟ بجيب حته كده، انا دورتها، يعني حته عجينه دورتها ورفعتها كده، وبعدين بنحط دول كده. نقول بقى الطريقه دي عشان نعمل الورده. وبنحط بنقفلها كده، وبعدين بنجيب 3، بعلى بقى شويه، بجيب 3 جنب بعض. ادي واحده، وادي الثانيه، واحده من نص الثانيه كده، وادي الثالثه كده. وهنبصي حضرتك بعملهم ازاي بقى، بلفهم كده. يا ريت الكاميرا تقرب شويه كده كده، بقفلهم كده عشان يديني شكل الورد. تمام. طيب هجيب 5 ورقات بقى، اكون مقطعه 5 تانيين. ادي 1 2، يعني كده الورده اتكونت من 8 وواحده جوه يبقوا 9 ورقات تقريبا. ادي 3 وادي 4 وادي 5. هنعمل ازاي بقى؟ هعلى شويه، اجي من عند اخر واحده اعلى شويه كده، واعمل 5 افتحها كده، واعمل جنبها ادي 1 2. اغاني الحب اخبارها ايه يا وفاء؟ اغاني الحب طبعا، يعني اكيد استمتعتي معانا بصوتك الجميل. انا بحب الموسيقى وكنت في ايام الكليه. طب يعني انت صوتك حلو يا مها، نسمع حاجه ولا ايه؟ والله الحكم ليكوا بقى يا وفاء. يا ريت. طيب حاجه سريعه كده واحنا بنعمل الورده. هتقولي لنا اياك من حبي، اياك وبعد عن قلبي، اياك من حبي، اياك وابعد عن قلبي. الله بقت ورده جميله مع صوت جميل. هنلمعها بقى للتزيين الجميل ده لتورته الحب اهي. بصي بقى هتلمع معانا كده. شلنا كل الايه، وفي النهايه معانا كل سنه وحضراتكم طيبين. الله جميله، تسلم ايديكي. الله يخليكي اهي. وادي شكل تاني. وعملنا كده من غير تكاليف كتير لست البيت عملناها. وكل سنه وحضراتكم طيبين. والتورته اهي تاكلوها بالف هنا وشفا مع الحبايب والاصدقاء. اكيد طبعا. احنا مشاهدينا بيقولوا يا ريت هم كمان كانوا معانا في الاستوديو. احنا تحت امركم. كل سنه وحضراتكم التورته الحلوه دي اللي من ايديك يا مها. الله يحفظك. انا سعدت جدا بوجودي معاكم في المناسبه الجميله دي. احنا اسعد وكل سنه وانتم طيبين. وعيد حب سعيد على مصر كلها يا رب ان شاء الله. اكتر. واسره القناه ال5 واسره قناه اسكندريه وكل فريق العمل وانتم بخير يا رب ان شاء الله. طيبه وكل اسرتك طيبين وكل مشاهدينا في خير وسعاده وحب ان شاء الله يا رب ان شاء الله. طيب احنا دلوقتي عايزين نجهز الاطباق بسرعه علشان هيكون معانا كل فريق العمل النهارده اللي في الاستوديو. اتفضلوا معانا علشان هندوق الكيك الحلوه دي بتاعه مها مرة. لا ابدا ده انتوا طبعا معانا عرايسنا كمان. يلا عرايسنا، يلا بينا السكينه بسرعه. اتفضلي عريسنا الجميل هيفتح. اهلا وسهلا. هو وعروسته. اتفضلي تعالي يا جميل. اتفضلي. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين وربنا يسعدهم يا رب. الف مبروك يا حبيبتي، الف مبروك. ده جميل وده للعرايس الحلوين طبعا. يا رب يسعدك، الله يحفظك ويخليك دايما في سعاده وهنا. وكل عرساننا اللي احتفلوا بزفافهم قريب وكل المقبلين كمان يا رب يعيشوا في سعاده وهنا يا رب. ربنا يسعدك. كل سنه وانتم طيبين وبالحب عايشين يا رب. تحيات أسرة البرنامج، أسرة الإعداد أماني عزت وسامي راضي، والإخراج لمياء صبري ووفاء العوفي، وتحياتي وفاء البنا. السلام عليكم وكل سنة وانتم طيبين.